وادي القلقاس، بس انا مش هقدر اقطعها النهارده، انا ايديا وجعاني، اصل دي تقيله والسكينه كمان بتغلبني عقبال لما بتقطعها. بسم الله ما شاء الله، دي 2 كيلو ايه، بصوا تقيله ازاي، فهتاخد وقتي طبعا في تقطيعها. ربنا يسهل لما اجي اقطعها اصور معاكم ان شاء الله وارجع لكم نكمل بقيه السلق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواتي وولادي الطيبين، كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. هنعمل مع بعض النهارده، هنعمل السلق. انا عاملاه معاكم السنه اللي فاتت، بس عملته بطريقه ايه، دبلته الاول وبعدين ضربته في الخلاط. لا المره دي هنعمل السلق طريقه تانية. هنحط السلق وهو لسه وهو اخضر اهو، زي ما انتوا شايفينه اخضر، هحطه في الخلاط واحط عليه شويه ميه بس، وهنضربه في الخلاط. وشوفوا معايا بقى هعمل ايه، دي طريقه جديده برضه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ده السلق يا ولاد اهو، سلق أخضر اهو خالص. انتوا فاكرين الفيديو بتاعي السنة اللي فاتت بتاع السلق كويس. وهنحط شوية مية بس، حبة مية اهو باردين كمان، مية باردة من الحنفية يعني، مش ولا دافية ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمعلقة كده نحط بقى حبة حبة كده. حطيت حبة مية في الأول بس. لو شفتوا لونه اخضر ازاي وخضره وجماله. وانا خدت كل السلق مره واحده اهو، بس حطيته حبه حبه. اول مره حطيت شويه ميه عشان ايه، يمشي في الخلاط.
بصوا لونه ايه، بصوا الخضار، بصوا الخضار بتاعه شكله ايه. طبعا بقى هنحط الايه، الكزبره الخضراء اهي، الكزبره الخضراء والشبت. كزبره خضراء وشبت اهو. سلق وكزبره خضراء وشبت. انا غسلاه بقى غسيل، يعني مش عارفه اقول لكم ايه. انا في غسيل الخضره، يعني ده انتوا شفتوني في الفيديو اللي فات بغسل الخضره ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبه كده تقليبه عشان ايه، ما نلاقيش فيه حتت خشنه كتير. احنا مش عايزين فيه حاجه خشنه. كده مية مية كده، اتفرم كله، مفيش حاجة لسه، خلاص كله اتفرم. وحتى لو في يعني مش هيجرى حاجة. لا هو كده اتفرم كله خلاص. ايه رأيكم في الطريقة السهلة دي بقى؟ هو مش هيخلص على كده، دي أول حاجة بنعملها، بس مش هيخلص على كده. طبعا دوت بقى احنا بنشيله كده في الأكياس ماشي. وبعد ما بنيجي نطلعه، يوم ما بنعمل مثلا القلقاس، بنعمل ايه، احنا دلوقتي هنعبيه في اكياس وهنشيله في الديفريزر. هاتي الشفشق اهو، شفشق الخلاط. بصوا لونه اخضر وجميل ازاي. هنشيله طبعا ايه، هشيل بس الفيشة بتاعت الكهرباء وبعدين نشوف هنعمل ايه. الشفشق تقريبا عشان اشتغلت بيه كتير نقط، معرفش ما بيستحملوش ليه. انا هفضيه على طول. شوف بس الاكياس الصغيرة.
اكياس، بس نشوف الاكياس الصغيره عشان انا كنت جايبه كام مقاس. للاسف كلهم كبار، مش مهم. ناخد كده ولا دول صغيرين؟ لا كلهم كده مقاس، احنا خدنا الصغيرين تقريبا خلصوا. شوف هنطلعهم 3 اكياس ولا 4 على قد حبة القلقاس اللي هنعملهم. طب 4 اكياس اهم، ولو عوزنا تاني ايه يبقى ناخد تاني. خليكوا هنا قريبين لايدي. عايزة بقى اجيب اكياس صغيرة شوية، مقاس صغير. المقاس ده كبير، احنا خلصنا المقاس الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا شكله ايه، بصوا. طبعا احنا بقى اما بنطلع الكيس مثلا هنعمل حبة قلقاس، برضو بعمل القلقاس كيس برضو على قد اللي احنا هناكله، بس مش لازم نعمل الحاجات ونرميها. فاما بطلع الكيس مثلا دوت من الفريزر بسيبه يفك. انا حطيت كده 3 كبشات، ماشي اهو 3 كبشات، 3 كبشات اهو. بكون فارمه الثوم، بقدح السمنه واحط الثوم يصفر، بس ما حمروش، يا دوب يصفر، وافضي كيس السلق عليه اللي انتوا شايفينه ده. بفضل اقلب فيه لما يتحمر، وتحسوا ان السمنه عزلت من السلق. يبقى الثوم والسلق بحمرهم في السمنه، وافضل وراهم لغايه اما السمنه تعزل، كأن انا محمراه. وبعد ما حمرته فرمته زي ما كنا بنعمل زمان. ادي 1 2 3. انا لسه ما قطعتش القلقاس اهو معايا لسه. احنا الاول بنعمل السلق ونشيله، وبعد كده بقى ربنا يسهل نقطع القلقاس. لو اني انا ايديا بتوجعني، بس اهو ربنا يقويني. القلقاسه بتبقى كبيره وبتتعب ايدي والله قبل ما اقطعها.
واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة. ادي تلاتة. هيعملوا كيس كمان. احنا بنغير، مش لازم نعمل الحاجة زي التقليدية اللي طول عمرنا بنعملها، نغير مش هيجرى حاجة. ادي كيس كمان. لا ده الكيس دوت ده طلع مليان، الكيس ده اكبر. لا ده كتير كده، كتير كده، كتير قوي. والله انا بيتهيألي يا ولاد، بصوا بقى كتير كتير. يلا لسه هحط تاني في كيس تاني. يلا نكون هنعمل حد جايلنا وهنعمل قلقاس كتير، ناخد الكيس الكبير مش هيجرى حاجة. ايه رأيكم في الطريقة ديت؟ سهلة ولا مش سهلة؟ النبي اللي يشوف الفيديو يقول لي الطريقة دي هتعجبكم ولا لأ. وفي عمايلها سهلة أوي والله. أنا كنت أفضل أطحن في القلقاس في البتاع دوت، في السلق دوت. يوم القلقاس ده أطحن في السلق لما ايديا توجعني والله. خلاص بقى يا ولاد، ما الواحد ما بقاش يقدر يعمل الحاجات بتاعت زمان. وبعدين الخلاط تتعمل ليه واسمها ايه التانية ديت؟ اسمها قولوا معايا، انا بقيت انسى كل حاجة. اما افتكر هقول لكم. معلش بقى اعذروني، انا بقيت انسى كل حاجة دلوقتي. مش كتير قوي يعني، مش كتير قوي اهو. شفتوا العيار الكوباية اللي انا حطاها عشان انا اتحكم في الكيس اللي انا ايه هعبيه. هو كيس بس واحد اللي كبير شوية، لكن بسم الله ما شاء الله كلهم كويسين. 5 اكياس اهو. ايه رأيكم يا ولاد؟ اهو سهل ولا مش سهل؟ وقلنا طبعا الحاجات دي بتوفر علينا الوقت، صح؟
يعني الواحدة مثلا بتعمل كام حاجة، مش هتقعد تعمل سلق وتفرمه، تحمره وتقعد تطحنه في الهون ولا في الحلة. أنا كنت بطحنه في الهون بالإيد كده، وأفضل أدق 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 وأطحن فيه. دلوقتي بنعمله في الكبة، بنعمله في الخلاط. امال هما جابوا الحاجات دي ليه؟ مش عشان تسهل لنا، تبقى سهلة علينا شوية. اهو ادي السلق اهو يا ولاد. وبعمل الملوخية على فكرة برضو كده، بفرم الملوخية في الخلاط، وساعات بعملها في الكبة. هنعمل ايه بقى؟ الحمد لله الصحة ما بقتش ايه زي الاول. ايه رأيكم بقى؟ قولوا لي رأيكم بقى والنبي، ما تتفرجوا على الفيديو قولوا لي رأيكم. ربنا يكبر خاطركم. ما تنسونيش بقى في الايه، في اللايكات، وتتفرجوا على الفيديو كله. ربنا يكبر خاطركم يا رب. والنبي ما تنسوا اللي يتفرج على الفيديو ما يسيبهوش في ربعه ولا في نصه، يخلصه. نشيله بقى انا مش هشيله في الديب فريزر، هشيله في الفريزر بتاع التلاجة، عشان اكياس دي صغيرة وفي مكان على قدها هناك. لكن الديب فريزر بسم الله ما شاء الله يعني في حاجات كتير. اهو خدهم احطهم في الفريزر بتاع التلاجة. السلق بس لوحده ما بحطهوش عشان الخضرة اللي انا حطاها والملوخية، الاكياس ببقى مش شايفاها، اللي لونها اخضر كلها ما ببقاش شايفاها، فانا هشيلها لوحديها. يلا تصبحوا على خير يا ولادي الغاليين واخواتي الغاليين، ربنا يكبر خاطركم يا رب. اهو ما تنسونيش بقى يا ولاد. يلا السلام عليكم ورحمة الله، اشوفكم على خير بإذن الله، في حفظ الله ورعايته، بألف سلامة.